إعفاء 800 ألف طالب من الديون في الولايات المتحدة الأمريكية، ومخدرات البيت الأبيض لمجهول. تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة الأخبار. معكم حسين هاشم وحلقة جديدة ومباشرة من برنامج شو فيما فينا نستعرض من خلالها موضوعين في غاية الأهمية. الموضوع الأول يتعلق بالإعفاء من القروض الطلابية والخطة الجديدة اللي أعلنت عنها إدارة الرئيس بايدن، مين المشمول بهيدا القرار. والموضوع الثاني الذي لا يقل أهمية هو موضوع المخدرات في البيت الأبيض والتحقيقات اللي كانت عم تقوم فيها الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالية FBI. هل يا ترى وصلوا لنتيجة؟ هل يا ترى لقوا أصحاب هيدي المخدرات أو الفاعلين أو شو؟ أكيد بنتمنى منكم قبل الخوض في هيدي المواضيع أنه تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي والمتابعة مجانية. بإمكانكم متابعتنا على فيسبوك، انستغرام وتيك توك، لايك وفولو، وأيضا سبسكرايب على يوتيوب. وما تنسوا تعملوا شير للفيديو وتاج لأشخاص تانيين. فيما يتعلق بالموضوع الأول لحلقتنا اليوم، أعلنت إدارة الرئيس بايدن عن خطة لإعفاء ما يقارب 804 آلاف طالب من الحاصلين على القروض الطلابية بمبلغ إجمالي يعني يصل ل 39 مليار دولار. هيدي الخطة اللي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور وزير التعليم، تهدف يعني وتحاول الالتفاف حول قرار المحكمة الدستورية العليا الذي صدر هيدا القرار منذ ما يقارب الأسبوعين، ومن خلاله رفضت المحكمة العليا الخطة اللي هي تعتبر كانت أشمل اللي قدمتها إدارة الرئيس بايدن، واللي هي من خلالها كان رح يتم إلغاء ما يقارب 430 مليار دولار من الديون الطلابية لما يقارب 20 مليون مقترض في الولايات المتحدة الأمريكية. المبالغ كانت رح توصل ل 20 ألف دولار. هيدي الخطة باء اللي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن إخواننا رح تعفي ما يقارب 3% من يعني المجموع الإجمالي لهؤلاء الطلاب بالخطة اللي تم تقديمها للمحكمة العليا. وبالتالي في فرق كتير شاسع يعني من 804,000 ل 20 مليون مقترض، في فرق كتير كبير صراحة. اللي صار إخواننا أنه إدارة الرئيس بايدن وفريق العمل بوزارة التعليم أدخلوا تعديلات على الخطة الأولية والخطة المرفوضة فيما يخص خطط السداد القائمة على الدخل، هن بيسموها income based repayments للقروض الطلابية. وبتسمح الخطة الجديدة للحكومة الأمريكية بإعفاء المقترضين من الديون بعد سداد مدفوعات لمدة 20 سنة أو 25 سنة اعتمادا على نوع القرض اللي هن اخدينه وموعد الاقتراض. تمام، هيدي كتير بدك تركزوا عليها هيدي النقطة. وهلا بنشرح لكم كيف فيكم تعرفوا إذا أنتم مشمولين ضمن هذا القرار ولا مش مشمولين. أكيد هيدا هي البيان الصحفي الذي صدر من وزارة التعليم واللي كان هو عم بيعلن عن هذا الموضوع. أكيد تشمل وتنص الخطة على توسيع معايير إعفاء قروض الطلاب لتشمل المدفوعات التي قام بها المقترضون ممن قاموا بتعليق مدفوعاتهم مؤقتا بفترة تأجيل أو تسوية، وكذلك هؤلاء الذين قاموا بدفعات متأخرة أو جزئية. تمام؟ وتقول إدارة الرئيس بايدن أنه بالسابق أو في الماضي لم يتم احتساب هيدي المدفوعات اللي كان المفترض أنه تساعد المقترض على الخلاص من هيدي الديون. بشكل عام كيف رح تعرفوا إذا أنتم مشمولين ضمن هذا القرار إيه ولا لا؟ بناء على الإعلان الذي حصل عم بيقولوا أنه وزارة التعليم سوف تتواصل مع المقترضين اللي هن تقرر إعفائهم خلال الأيام الماضية. وبالفعل ابتداء من نهار الجمعة كنت عم بقرأ على السوشيال ميديا بعض الطلاب عم بيتحدثوا أنه هن وصلهم بريد إلكتروني أنه هن مشمولين بهيدي الخطة. بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إخواننا كان عم بيقول أنه عم بيقول ببيان سينضم هؤلاء المقترضون إلى ملايين الأشخاص اللي قدمت إدارته الإغاثي لهم على مدار العامين الماضيين، مما أدى إلى إعفاء أكثر من 116 مليار دولار من القروض لأكثر من 3.4 مليون مقترض. أكيد التويت اللي طلعها البيت الأبيض عم يشرح كيف وصل الرئيس بايدن لل 116 مليار دولار من الإعفاء، وشارحينهم أنه 653 ألف للعاملين في القطاع العام، 491 ألف
من المقترضين اللي هن عندهم تحديات وإعاقات، وبالتالي يضاف، عم بيقول هيودي ال 804,000 يضافون إلى 3.4 مليون. طيب، وبالنسبة لإدارة الرئيس بايدن عم بتقول إنه الإصلاحات الجديدة هي جزء من التزام وزارة التعليم بمعالجة الإخفاقات التاريخية بإدارة برنامج قروض الطلاب الفيدرالي، وحيث لم يتم احتساب المدفوعات المؤهلة اللي تم سدادها بموجب خطة الاي دي ار، اللي كان من المفترض انه تجعل المقترضين مؤهلين للإعفاء إذا هن قاموا بتسديد المدفوعات ل20 أو 25 سنة. بالنسبة لوزير التعليم كان عم بيقول ميغيل كاردونا أنه المقترضين تعرضوا للإهمال لفترة طويلة جدا، مما أدى إلى توقف تقدمهم نحو الخلاص من الديون، واليوم تتخذ الإدارة خطوة تاريخية لتصحيح هيدي الأخطاء. أكيد موضوع مهم جدا، رح نتابعه لهيدا الموضوع، رح نشوف يعني كيفية تطبيقه من وزارة التعليم. دائما لما بيكون هناك إعلان بدهم شوية وقت لحتى يعني يبلشوا فيه، بس بشكل عام القرار كان واضح، وهن قالوا انه effective immediately، يعني بشكل فوري بلشوا تطبيق هذا القرار. فاعطونا رأيكم بالموضوع بمربع التعليقات، هل أنتم مع أو ضد؟ وهل هذا القرار وهيدي الإعفاءات كافية؟ كمان بدي رأيكم بمربع التعليقات. خلينا ننتقل نحن وياكم للموضوع الثاني بحلقتنا لليوم، اللي هو لا يقل أهمية عن الموضوع الأول، واللي هو بيتعلق بالعثور على مخدرات في البيت الأبيض. نحن بنعرف أنه من فترة مش كتير طويلة كان عم بيتم الإعلام بوسائل الإعلام أنه سكروا الجناح الغربي من البيت الأبيض، الويست وينج، نتيجة أنه لقوا مادة بيضاء. بعد التحقيقات، إن كانت التحقيقات الأولية ولا التحقيقات يعني الثانية اللي كانوا عم يعملوها، تبين أنه هيدي المادة البيضاء هي مادة الكوكايين اللي هي المخدرات. ووقتها تم الإعلان أنه عناصر الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالية الاف بي اي هن عم يتولوا التحقيق بهذا الموضوع لمعرفة لمين هيدي المخدرات. طيب، اللي كنا عم نشوفه نحن إخواننا نيويورك بوست كان عم بتقول من خلال حديث مع متحدث باسم الخدمة السرية بأنه الخدمة السرية أيضا اكتشفت كميات صغيرة من المروانة في البيت الأبيض العام الماضي، بالإضافة إلى الكوكايين اللي تم العثور عليه بالجناح الغربي بوقت سابق من هيدا الشهر. وبناء على هيدا البيان من المتحدث باسم الخدمة السرية، عم بيقول وفقا للفرقة النظامية للخدمة السرية تم العثور على كميات صغيرة من المروانة مرتين بعام 2022 عند نقطة التفتيش، مرة بشهر يونيو 2022 ومرة بشهر سبتمبر 2022. ولكن أيضا بحسب هيدا البيان عم بيقول أنه لم يتم القبض على أي شخص بهيدي الحوادث، لأنه وزن المروانة المصادرة لم يستوفي الحد القانوني للتهم الفيدرالية أو التهم الجنائية الجنحية بمقاطعة كولومبيا، لأن مقاطعة كولومبيا قد ألغت تجريم حيازة المروانة. وبحسب البيان فقد تم جمع المروانة من قبل يعني الضباط الخدمة السرية وجرى إتلافها. مش بس هيك، بحسب التحقيقات اللي عم تقوم فيها وسائل الإعلام عم بيقولوا إنه بآذار 2021 تم طرد 5 موظفين من إدارة الرئيس بايدن لاستخدامهم المروانة خلال دوام العمل. بالنسبة لاستخدام المروانة إخواننا، لا يزال استخدام مادة المروانة أو عشبة المروانة وبيعها وحيازتها غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي. ومثل ما بتعرفوا القانون الفيدرالي يغطي البيت الأبيض، تمام؟ بس خلينا نفهم هيدي النقطة أيضا. طب خليني أرجع للموضوع الثاني اللي هو كمان يعني نحن هيدا اللي دورنا عليه بالأول، مش هيك؟ من كم يوم، اللي هو موضوع الكوكايين. تقريبا يعني من 11 يوم حكينا عن هذا الموضوع إذا ماني غلطان. طيب، شو صار بالتحقيقات؟ بناء على اللي طلع بوسائل الإعلام، أنهت الخدمة السرية تحقيقها بالعثور على الكوكايين بعد 11 يوم فقط، وعم بيقولوا إنه فشلوا في تحديد الجاني، يعني ما لقوا مين. وأعلنت الخدمة السرية ببيان أنه التحقيق بالعثور على الكوكايين قد انتهى بسبب نقص الأدلة المادية. عملوا تحقيق ل 11 يوم اشتركت فيه الخدمة السرية والاف بي اي، واخر شيء وصل معهم الشباب انه نحن ما عرفنا لمين هيدا الكوكايين. طيب، هيدا الموضوع اثار يعني تساؤلات وانتقادات من قبل الجمهوريين. رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي
عم بيقول يبدو لي، ونحن اكيد عم نقول اللي هو قايله، يبدو لي ان اداره الرئيس بايدن تتعرض لضربه مره اخرى. كيف يمكن يعني في البيت الابيض حيث الامن على مدار الساعه وطوال ايام الاسبوع العثور على الكوكايين وما يلاقوا مين الفاعل ويغلقون التحقيق بهكذا شكل؟ تمام. اخواننا، الخدمه السريه عم بتقول انه هن راجعوا الفيديوهات للمكان اللي تم العثور فيه على الكيس تبع الكوكايين، وعم بيقولوا تم تحديد ما يقارب، بناء على البيان انا عم بقرا، تم تحديد ما يقارب ال 500 شخص ما بين اشخاص يعني ستاف عمالي بيشتغلوا بالبيت الابيض وما بين زوار. واكيد مثل ما حكيت انا بفيديوهات سابقه او الفيديو اللي حكيت عنه عن هذا الموضوع، الزوار المسموح لهم يفوتوا على هيدا الجناح الغربي هودي بدهم واسطه، يعني مش حيلا واحد في يفوت لهونيك، بده يعرف حدا هونيك ليفوتوا لجوا. وبالتالي عم بيقولوا انه لقوا 500 واحد، وعم بيقولوا الكميه اللي لقيناها منا محرزه انه نحن نصرف وقتنا ونصرف جهدنا ونصرف اموال يعني من البادجت تبعهم او الموازنه تبعهم لحتى يعملوا مقابلات وانترفيوز مع هودي ال 500 واحد ليوصلوا لمين هودي الكوكايين، لانه كميتها ضئيله جدا. هيدا البيان كمان انتقدوا الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب. دونالد ترامب كان عم بيقول انه معقوله يعني انه كل هالكاميرات الموجوده عندكم واللي هي موجهة مباشرة على مكان الجريمة ولديكم أفضل المختبرات الجنائية بالعالم ولم يمكنكم تحديد لمن هيدي المخدرات. وبكمل ترامب لحتى يقول they know the answer، هن بيعرفوا الجواب and so does everyone else، والكل بيعرف الجواب. يعني ترامب عم يتهم انه ادارة الرئيس بايدن بالتعتيم على هذا الموضوع ويغطوا عليه لانه هن بيعرفوا لمين هيدي المخدرات، ولكن بشكل عام ما لقوا مين الفاعل ولم يتم توجيه اي اتهامات وتم اغلاق التحقيق في هذا الموضوع، بموضوع المخدرات بالبيت الابيض بالجناح الغربي. اعطونا رايكم بهذا الموضوع ويعني ببيان الخدمه السريه وبالتعليقات اللي اجت من رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي ومن الرئيس السابق دونالد ترامب، وخلينا نتناقش نحن وياكم بمربع التعليقات. هيدي كانت حلقتنا لليوم من برنامج شو في ما في، معنا حسين هاشم من قناة شو الأخبار. إن شاء الله تكون الحلقة لاقت إعجابكم. إذا عندكم أي موضوع حابين إنه نطرحه، في كتير منكم عم يتواصلوا معنا، فيكم تتواصلوا معنا من خلال الانبوكس إن كان على انستغرام أو على فيسبوك، وإن شاء الله بالحلقات المقبلة بنحاول نضوي على المواضيع اللي أنتم بتهمكم. ما تنسوا تعملوا شير لهيدي الحلقة، تعملوا تاج لأشخاص تانيين لحتى يحضرونا، وتابعونا بشكل مجاني على وسائل التواصل الاجتماعي، لايك وفولو على فيسبوك انستغرام وتيك توك، وسبسكرايب على يوتيوب. هذه كانت حلقتنا لليوم، الى ان نلقاكم بحلقات مقبله من برنامج شو في ما في او برامج اخرى. الى اللقاء وفي رعايه الله.